السلام عليكم، انا حسن وده التحدي رقم 3 من اصل 28 تحدي هنعملهم في الايام الجايه ان شاء الله. فيلا بينا. ولاني ساكن في قريه مش في مدينه، وتحدي النهارده المفروض ان انا اوريكم ايه الحاجات السياحيه اللي موجوده عندنا في البلد. للاسف انا مش عارف اعمل التحدي بتاع النهارده، ولكن على اي حال تعالى اوريكم ايه الحاجات الجميله اللي موجوده عندنا في البلد. زي الزراعه، لما تقعد كده في الزراعه بتكون حاجه حلوه قوي، وده لانك بتشوف طبيعه، كون انك قاعد كده بتشوف المناظر الجميله بتاعت ربنا، وقاعد بتشم الهواء النقي وبتشوف المناظر الجميله دي، قلبك بيستريح قوي. حتى لو انت فيك هموم الدنيا بيخليك انت كده مسترخي كده وبالك رايق. حقيقي اللي مش ساكن في قريه فايته كتير قوي. وطبعا ما ينفعش اجي هنا الزراعه الا ولازم اقرا شويه في كتابي، والكتاب اللي انا بقرا فيه اسمه كتاب نضاره واثق للدكتور وليد. كتاب جميل جدا بيكلمك عن الثقه بالنفس، وازاي يكون عندك ثقه بالنفس وما تخليش حد ياثر عليك في اي حاجه خالص. وبس كده، ده كان تحدي النهارده. عايزك بقى تكتب لي بقى تحت في الكومنتس، هل انت ساكن في قريه ولا مدينه؟ ولو مدينه فهي الاماكن السياحيه اللي موجوده عندكم. استنوا بكره ان شاء الله في التحدي الرابع. بيس.